ازيكم؟ معاكم ادي جاهز صديقي الجوله 32 من فانسي البريمير ليج. يلا بينا نشوف مباريات الجوله 32، نجيب مين نسيب مين نكابتن مين ورزقنا على الله. متنساش لايك فولو شير سبسكرايب الكلام الحلو ده كله عشان يجيلك الاخبار اول باول. في البدايه احب انبه عليك يا صديقي ان الجوله هتبتدي يوم الجمعه مش يوم السبت. البدايه هتبتدي يوم الجمعه، مباراه ويست هام على ارضها قدام وولفز. مباراه كويسه لويست هام المفروض، بس الفكره ان وولفز اخر فتره بقت برازيل للدوري الانجليزي بالتيشيرت الاصفر بتاعهم. المتوقع المباراه دي ممكن تخلص 2-1 او حتى 2-2. ويست هام قدام وولفز، الاثنين بيصارعوا والاثنين عايزين نقط باي طريقه. فتوقعي الشخصي يا 2-1 لويست هام يا 2-2. اما الكلين شيت لا، شيء غير متوقع بالنسبه لي. الوحيد اللي انت ممكن تتارجته في المباراه دي هو بوين. غير كده انا مش شايف اي حد من الفرقتين. وولفز كل مره حد شكل بيعمل حاجه، فما تروحش تجيب حد من وولفز. وويست هام نفس القصه، مش في افضل حالتها، هو بوين اللي عليه العين وبس كده. مباراة يوم السبت يا صديقي هتبتدي ما بين ارسنال وبورنموث على ارض ارسنال. مباراة ارسنال عايزاها باي شكل تكسبها عشان تحاول تعوض الخسارة بتاعت الكاس وعشان تحافظ على الفرق في الدوري. فارسنال هتنزل المباراة دي مستميتة قدام بورنموث. الكلين شيت وارد ان هو يحصل لارسنال. توقعي الشخصي المباراة دي ممكن تخلص 1-0 او حتى 2-0 لارسنال. ومع ذلك لو عندك حد من بورنموث لعبه، المباراة مش بعيد ان هم يجيبوا جوان يعني يعملوا حاجة قدام ارسنال. لكن التوقع الشخصي 1-0 او حتى 2-0 لارسنال. لكن لو عندك حد من بورنموث لعبه احتياطي. المباراة اللي بعد كده صديقي برينتفورد على ارضها قدام ايفرتون. مباراة نوعا ما كويسة لبرينتفورد. توقعي الاهداف ممكن تبقى لصالح برينتفورد اكتر من ايفرتون، ممكن تطلع 1-0 مثلا او حتى 2-0 لبرينتفورد، بس نقول 1-0 لان دفاعات ايفرتون رخمة نوعا ما. فلو عندك حد من برينتفورد لعبه سواء في الدفاع او في الهجوم. ولو عايز ترسك بحد من دفاع ايفرتون لعبه مفيش مشكله، على امل ان هو ممكن يطلع بكلين شيت. لكن الاساسي المتوقع الشخصي المباراه دي ممكن تخلص 1-0. المباراه اللي بعد كده صديقي بيرنلي على ارضها قدام برايتون. مباراه رخمه للفرقتين. توقعي الشخصي مش هيبقى فيه كلين شيت للفرقتين. بيرنلي على ارضها بتبقى فرقه رخمه وبتعرف تجيب جوان، وبرايتون نفس القصه. فعندك اي حد من هجوم برايتون لعبه على اساس انه يعمل حاجه. اما عن بيرنلي مش هقدر اقول لك تروح تجيب منها حد معين لان كلهم على الله حكايتهم. وعن برايتون نفس القصه، لو ما عندكش حد ما تروحش تجيب حد، لكن لو عندك حد من الهجوم لعبهم زي وايبك مثلا. المباراة اللي بعد كده صديقي ليفربول على أرضها قدام فولهام. مباراة من المتوقع فيها أهداف كثيرة من الفرقتين من وجهة نظري الشخصية، نظرا لضعف دفاع ليفربول الفترة دي والهجوم فولهام اللي نوعا ما بيعمل شكل كويس. فليفربول عندك أي حد سوبوسلاي فيرتس صلاح لو رجع من إصابته إكيتيكي لاعبهم. أما عن فولهام فهم اتنين، إمبويمو وويلسون هم اللي عليهم العين. طب يا ادري لو ما عنديش حد من الفرقتين وعايز اجيب حد من الفرقتين، ايكيتيكي او سوبوسلاي. سوبوسلاي انا شايفه اوبشن كويس جدا جدا جدا. ايكيتيكي سوبوسلاي بعد كده ايكيتيكي وبعديه فيرتس. غير كده حتى محمد صلاح ما تجيبوش. على الناحيه الثانيه ويلسون هو الوحيد اللي عليه العين لو عايز تجيبه للماتش ده والماتشات اللي بعد كده، لان هو اكتر واحد بيعمل حاجه. اما راؤول خيمينيز اللي بيبقى معاه ضربات الجزاء، هو المشكله انه مش ضامن دقايقه ومش ضامن ان هو يعمل حاجه. فمش هقول لك تجيب حد من فولهام، وعايز تجيب حد من دفاعه من فولهام هو هيبقى اندرسون وبس كده. اما المباراه اللي بعد كده صديقي فهتبقى كريستال بالاس على ارضها قدام نيوكاسل. هتبقى مباراه رخمه لنيوكاسل والكريستال بالاس الاثنين. توقعي كلين شيت هيبقى غير موجود في الفرقه في المباراه دي. ممكن يطلع 1-1 او حتى 2-1 لكريستال بالاس لان على ارضها فرقه رخمه. طب لو عايز تارجت حد قادر من الفرقتين واجيب حد، عايز تجيب حد ممكن تروح تجيب لارسن المهاجم بتاع كريستال بالاس، هو اللي عليه العين الفتره دي. من الدفاع لا ما انصحش باي حد قوي. وعن نيوكاسل جوردون عندك لاعبه وما عندكش عايز تجيبه تمام، لان هو بدا يلعب هو المهاجم الرئيسي بتاعهم على حساب فولت مادا وحتى ويسا. خط النص لا ما انصحش باي حد له، ونفس القصه سياو ممكن من خط الدفاع لو عايز تجيب حد. غير كده من الفرقتين ما انصحش باي حد خالص خالص. المباراه اللي بعد كده صديقي نوتنجهام فورست على ارضها قدام استون فيلا. مباراه هتبقى رخمه لاستون فيلا لان نوتنجهام فورست على ارضها بتبقى رخمه. توقعي الشخصي ممكن المباراه دي تطلع بدون اهداف. فلو عندك اي حد من دفاع الفرقتين لعبه، وعندك حد من هجوم نوتنجهام فورست لعبه على اساس ان هو ممكن يضيع الكلين شيت بتاع استون فيلا. على الناحيه الثانيه عندك روجرز عايز تلعبه لعبه، وعندك واتكنز عايز تلعبه لعبه، لكن ما تروحش تجيب اي حد منهم عشان الماتشات الجايه. وخصوصا ان روجرز بقى له جولات كتيره جدا كابي بلانك، يمكن الجوله اللي فاتت بس هي الوحيده اللي عمل حاجه. وعن نوتنجهام فورست عايز تجيب جيبس وايت هو اللي عليه العين هو اندرسون. غير كده مش شايف اي حد ممكن تروح تجيبه. المباراة اللي بعد كده صديقي ساندرلاند على ارضها قدام توتنهام. مباراة هتبقى رخمة بس ساندرلاند ممكن يطلع بالكلين شيت، وخصوصا ان توتنهام مش في افضل حالاته. فعندك اي حد من دفاع ساندرلاند لعيبه، عندك المهاجم بتاع ساندرلاند لو عايز حد ديفرنشال ممكن تجيبه ويعمل حاجة الجولة ديت قدام توتنهام خصوصا. فعايز تجيب حد ديفرنشال مهاجم ساندرلاند اوبشن كويس. عايز تجيب تلعب بدفاع ساندرلاند لعيبهم ممكن يطلعوا بالكلين شيت. اما عن توتنهام لا انا ما انصحش ان انت تروح تجيب منهم حد او تلعب منهم حد المباراة دي.
المباراة اللي بعد كده صديقي مباراة الجولة تشيلسي على أرضها قدام مانشستر سيتي. متوقع إن هيبقى فيه أهداف من الفرقتين من وجهة نظري الشخصية. فعندك أي حد من تشيلسي في الهجوم لاعبه، وخصوصا جواو بيدرو وبالمر. على الناحية التانية هالاند أوبشن تمام، سيمينيو أوبشن تمام. دول أهم أوبشنين من وجهة نظري في مانشستر سيتي. الكابتنة مش شايف انها واردة قوي في الماتش دوت حتى الان، ولا ماتش من الماتشات اللي فاتت انا شايف حد فيه كابتن كويس. الكابتن الكويس هيبقى للماتش الاخير، ولكن زي ما قلت جو بيدرو وبالمر اوبشن مهم في تشيلسي. هالاند وسيمينيو اوبشنات كويسه جدا في مانشستر سيتي للمباراه دي. توقع الشخصي مش هيبقى فيه كلين شيت في المباراه دي. اخر مباراه الجوله يا صديقي هتبقى مانشستر يونايتد على ارضها قدام ليدز. مباراه كويسه نوعا ما مانشستر يونايتد اللي ممكن تعمل حاجه، وبالرغم من المباراه على ارض مانشستر يونايتد الا ان انا شايف ان كلين شيت هيبقى غير موجود، لان دفاعات مانشستر يونايتد مش في افضل حالاتها. فلو عندك اي حد من هجوم ليدز زي كالفرت لون لاعبه، لكن ما تروحش تجيبه مخصوص. لكن لو عندك حد من دفاع مانشستر يونايتد عايز تلعبه على امل كلين شيت تمام. توقع الشخصي المباراه دي ممكن تطلع 2-1 او حتى 3-1 مانشستر يونايتد. الكابتنه اللي انا شايفها الافضل للجوله دي هو برونو فرنانديز قدام ليدز على ارضه، مريح بقاله فتره الدنيا تمام. فيلا بينا مع كابتنه برونو فرنانديز للجوله 32. بس كده يا صديقي، دي كبسوله سريعه للجوله 32 ومباراه ال 32. نجيب مين نسيب مين نكابتن مين، ويلا بينا نشوف فرقتي للجوله 32 ايه هي وهعمل فيها ايه. وده يا صديقي تشكيلتي للجوله 32 حتى الان. كلير في حراسه المرمى قدام ايفرتون. خط الدفاع هيبقى فيرجيل فان دايك وجابرييل اللي لسه عليه علامه الاصابه، وموكيلي اللي هيلعب قدام توتنهام على ارضه. خط النص هيبقى برونو فرنانديز، اندرسون وسيمينيو وويلسون، والهجوم تييجو وايكيتيكي وجو بيدرو. الدكه عندي بالترتيب هيبقى تاركاوسكي عشان لو جابرييل ما لعبش ينزل مكانه تاركاوسكي، وهسيب هال وتافرنيير هما الثاني والثالث. انا مش هعمل اي تغييرات للجوله ديت، ونصيحه حافظ على تغييراتك. بس كده صديقي، دي كانت كبسوله سريعه زي ما قلت لك عن الجوله 32. نجيب مين نسيب مين نكابتن مين، والمباريات اخبارها ايه وتوقعاتنا للمباريات. نصيحه بلاش تستخدم بنش بوست او الفري هيت او التريبل كابتن الجوله دي. في جولات بلانك وجولات دبل جايه الفتره الجايه، وهنحتاج البنش بوست والتريبل كابتن والفري هيت. الفري هيت بنخليها يفضل في الجولات البلانك، التريبل كابتن والبنش بوست خليها للجولات الدبل. تمام يا صديقي، اديني نصيحتك وانت براحتك. متنساش لايك فولو شير سبسكرايب، تابعني عشان يجيلك الجديد اول باول. سلام.